كل من يتطاول على الجزائر وعلى الجزائريين تكون نهايته. محمود اسماعيل ينهي المواجهة بانتصار منتخب جنوب افريقيا بهدفين. يا برا روح قالت لي يا برا روحها، لا مهري غالي يا وجدي ماهوش ملوحة. يا برا روح قالت لي يا برا روحها، لا مهري غالي يا وجدي ماهوش ملوحة. الحب صعيبة. سبحان الله، كانت الأقدار أن يوم الثلاثاء المنتخب الوطني الجزائري الثلاثاء الماضية يخرج من الدور الأول بسيناريوهات وكولسة قد خصصنا لها أحاديث في فيديوهات سابقة، وإن شاء الله سنركز عليها في قادم من المواعيد أيضا. ولو أن المنتخب المغربي نفس السيناريو تقريبا في يوم الثلاثاء بسيناريو ولا أروع لنا كعرب جميعا وكجزائريين بصفة خاصة. صراحة هذه الكلمات ربما نقولها اليوم من باب التصريحات المستفزة لوليد الركراكي الذي أكد على أنه لا يمثل العرب وأنه في مهمة وطنية بحتة، وهدفه الرئيسي أن يفرح المغاربة أو أن يفرح المغرب فقط ولا يهمه شأن العرب. لكن شاءت الأقدار أنه أفرح كل العرب باستثناء المغرب. فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربما لاحظنا بعض التداعيات المباراة قبلها حتى في وسط المباراة وحتى ما بعدها، كل هذا سنتطرق إليه إن شاء الله في هذا الفيديو، فابقوا معنا ولا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، بالإضافة إلى وضع إعجاب على الفيديو حتى يصل إلى عدد كبير من الأصدقاء، فعلى بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الغرور مقبرة كل من يظن نفسه أنه فوق التاريخ والجغرافيا ويتنكر من أصله وجذوره وتاريخه وحتى محيطه. وليد الركراكي بتصريحاته الصادمة قبيل مباراة المغرب وجنوب إفريقيا يصرح أنه لا يمثل العرب ولا يهم شأن العرب وأنه في مهمة وطنية. فمن هذا المنبر وبداية أقول لك شكرا لكم لأنكم مثلتم أنفسكم، شكرا لكم لأنكم لا تمثلون العرب سواء رياضيا أو حتى في محافل أخرى، ولا نريد الخوض في تفاصيلها. شخصيا لا نريد أن تكون هذه التشققات العربية سواء كأنظمة حكومية أو حتى كشعوب، لكن ما نشاهده اليوم للأسف الشديد يندب له الجبين. ولو أردنا الحديث حول الكرة العربية بصفة عامة سواء المنتخب المغربي أو المنتخبات الأخرى التي شاركت، الجزائر، تونس، بالإضافة إلى موريتانيا وحتى المنتخب المصري، ربما قضية الكرة العربية لم تعد اليوم قضية جانب فني أو جانب تقني بقدر ما هي قضية منظومة، وهذا ما نتأسف إليه حقيقة من خلال هذه المباراة. بالعودة إلى الحديث حول معطيات أخرى، ربما لابد أن نعطي المنتخب الجنوب افريقي حقه. ربما من خلال الاحصائيات نلاحظ انه الشوط الاول كان الى حد بعيد يسير فيه المنتخب الجنوب افريقي، ربما رويدا حتى وصل الى مبتغاه، واللي هو التركيز على البناء من اللاعب واتعاب واجهاد عناصر المنتخب المغربي، وهذا ربما من وجهة نظري ما وصل إليه فعلا، لأنه لاحظنا مع بداية الشوط الثاني تغير الرتم، وربما صعد من رتم المباراة من خلال كرات خلفية وراء مرابط، وهذا ما نجح من خلال أول هدف اللي ربما كان لاعب الاستسلام في البداية ولدي عليه تعقيب نشاهده سويا. ربما تلاحظ التمريرة في العمق نحو المهاجم يتقدم بالكرة ويسجل الهدف، والهدف جميل ورائع ولا غبار عليه، وألف مبروك للمنتخب الجنوب افريقي. نواصل مع المباراة ومع الارقام الفنية او ربما الجانب الفني للمنتخب الجنوب افريقي. قلنا في الشوط الثاني ركز على التكتل الدفاعي بعد تسجيل الهدف والاعتماد على السلاح تاعو اللي هو المرتدات من خلال الاولاد احفاد نيلسون مانديلا. فلو نريد الحديث الان حول تفاصيل المباراة، قلنا باللي سير المباراة كما يجب، لاحظنا ربما حتى الكولسة كانت الى حد بعيد الا انه لم تكن طاغية، لانه هنا نتحدث حول موتيبي اللي هو رئيس الاتحاد الافريقي واللي هو جنوب افريقيا، اكيد لن تكون هناك كولسة ولو انها ظهرت في فترات، الا ان الحكم عموما سير المباراة. قلنا بهذا التكتل الدفاعي والتركيز على المرتدات أتى أو أثمر عن هدف ثاني من خلال مخالفة مباشرة ولا أروع كما تلاحظ نشاهدها. هدف ربما يجب أن نضعه في المتحف
أو ربما في الأرشيف، حتى كل ما يتسنى لنا أن نرفع من الوتيرة النفسية نشاهده. حقيقة المنتخب المغربي اليوم أغلب الشعوب العربية لم تسنده، أغلب الشعوب العربية منذ بداية الدورة كانت تساند جنوب إفريقيا، وهذه أسبابها راهي واضحة. إلا أنه مباراة اليوم وخاصة تصريحات وليد ركراكي أثرت على مردود أو على عاطفة أغلب الشعوب العربية التي فرحت وأطلقت العنان بعد المباراة بتأهل المنتخب الجنوب الإفريقي المستحق. فهنا أقول وأكرر أن المنتخب المغربي يستحق الخروج من بطولة كأس إفريقيا. أيضا بالحديث حول الدور الربع النهائي اللي تأهل منه 8 منتخبات، 4 التي ربما نرشحها لتأهل نصف النهائي، قد خصصنا لها فيديو أيضا، فأتمنى إن شاء الله أن تشرفونا في القناة والاشتراك على مستوى القناة وتفعيل زر الجرس دعما لنا على تقديم المزيد. هدفنا إن شاء الله تطوير القناة، تطوير من أفكارنا. لا تنسونا الاشتراك بجميع آرائكم وأفكاركم وحتى تعليقاتكم في خانة التعليقات. دمتم أوفياء. تحيا الجزائر، تحيا العروبة، وتحيا فلسطين ظالمة أو مظلومة. السلام عليكم.